يا صباح الجمال، عاملين ايه؟ جمعة مباركة. النهاردة جايبه لكم حتة دين وصفة تستاهل كده مليون لايك ولا حاجة وكومنت حلو زيكم كده. بحبكم في الله، مش قادرة اقول لكم بقى يا جماعة. اوحش حاجة في الصيف بصراحة بتيجي ريحة العرق، ومفيش حد بيستحمل ريحة العرق دي خالص صراحة. تبقي لابسة كده وامورة وريحتك عرق، لا خالص. طب ايه رأيك ان انا اعمل معاكي النهاردة مزيل العرق في البيت الطبيعي جدا جدا جدا؟ اوعي تستخدمي اي مزيل عرق. انت عارفة الريكسونات دي دلوقتي بقت بكام؟ او اي حاجة تانية بديل ليها. مش قادره اقول لكم السعر كام. كملوا معايا كده الوصفه للاخر، لايك وشير وكومنت حلو زيكم، وتعالوا ندخل على الوصفه الجباره بجد كده. عايزه اقول لكم ان الاماكن الحساسه هنفتحها. المكون السحري بقى معايا في اساس الوصفه كلها معلقتين من النشا. نشا الذره يا جماعه، النشا بتاعتنا العاديه خالص. مش قادره اقول لك دي للاماكن اللي تحت الباط، يعني الاندر ارم. مش قادره اقول لك بتفتحوا ازاي. لو غامق عندك ولا حاجه، عايزه اقول لك بجد بتخليهولي طول ما انت بتستخدموا مزيل العرق ده مره على مره هتحسي ان تحت باطك بجد حرفيا بيفتح كده شويه على شويه. انا حطيت منها معلقتين صغيرين، تمام كده. وطبعا المكون السحري معانا اللي هيخليكي مفيش ريحه علق خالص، وحاجه طبيعيه يا بنات، ومع الوقت كده بيقفل لك مسامات. طبعا الشبه، مش قادره اقول لك الشبه عامله ازاي، تمام. في الوصفه دي طبعا يعني بجد بتضرب نار. انا عايزاكي تجربيها. انا ما بنزلش الوصفه يا جماعه غير لما بكون جربتها مره واثنين وثلاثه وعشرين، تمام. غير كده ما بنزلهاش. ولو نزلتها وطلعت، لو عملتها وطلعت وحشه بمسحها، ما بنزلهاش. احط معايا 3 معالق صغيرين بنفس المعلقه اللي انا عايرت بيها ايه النشا، تمام. وهسيب برده شويه دول. عايزه اقول لكم ان انا جايبه اصلا الشويه دول ب5 جنيه، تمام. والنشا كان عندي في المطبخ عادي. المكون بقى يعني ده مش اختياري ولا حاجه. انا عايزه كريم مرطب او لوشن للجسم، عايزه معلقتين كده محترمين. خلاص كده. ليه بقى؟ اولا بيثبت الريحه معاكي جدا، بيخليلك، لان الشابه ملهاش ريحه خالص طبعا مع النشا هتكتم الريحه. ده بيخليلك ريحه المزيل العرق بتاعك ليه ريحه كده شويه، ماشي. وطبعا حاجات الجسم ما بتسودش او الكلام ده كله. خلاص. وهحط معلقه من ماء الورد، لان ماء الورد مش قادره اقول لكم على فوائده في الوصفه دي، حلوه جدا. هي معلقه واحده بس، تمام كده. وهقلب كل ده كويس جدا جدا. خلاص. وعندي علبه، انا للاسف ما كانش متوفر عندي علبه دلوقتي فاضيه، مش لان الوصفات دي انا بعملها على طول في بيتي، ماشي. بس اختي كده لقيتها بتكلمني وبتقول لي انا عايزاها، فانا عملتها لها. فكان عندي كده علبه، ماشي، غسلتها كويس جدا وعقمتها عشان احط فيها الوصفه بتاعتي. مفيش اجمل ومفيش اسهل ومفيش احلى من كده. دي حاجه طبيعيه في البيت، وبالذات للبنات اللي هي من سن بنتي كده، تالتة اعدادي واولى اعدادي يعني في السن ده. يعني بلاش خالص ان احنا نجيب لهم اي حاجه كده اللي بتتباع بره تحضيرات التجميل والحاجات دي، لان حرام. هم لسه بشرتهم صغير، يعني هم لسه صغيرين وبشرتهم بتتحسس بسرعه جدا جدا، ماشي. فبلاش يغمقوا من دلوقتي، يعني فاهمين قصدي. بصوا يا جماعه، انا حطيتها كده على ايدي ومفيش بالظبط 3 4 دقايق لقيتها نشفت كده، ماشي. وفركتها كده اهوت. مش قادره اقول لكم مديه طبقه بيضه ازاي. انا برده هفركها معاكم دلوقتي بجد. انا عارفه ومتاكده ان انت لما تجربي الوصفه هتدعي لي جدا جدا، تمام. وفي حاجه كمان، لو انت عايزه بقى يبقى ليها ريحه كده فزه، ماشي. ده بيتباع عند العطار، ده حجر المسك، انا شارياه ب5 جنيه، تمام. هاخد منه يعني فسوه كده، حته صغيره جدا جدا، لان هي كده كده الوصفه بتاعتي انا عادي بالنسبه لي ما يكونش ليها ريحه ولا حاجه. المهم ان هي تكون ايه، بتغطي ريحه العرق وخلاص، تمام. فانا عايزه بنوتي كده برده تبقى ريحتها حلوه كده. بصوا انا خدت منه حته صغيره جدا جدا زي ما انتم شايفين، حاجه بسيطه خالص، وبالسكينه كده. وخلي بالك جدا جدا، ممكن تسيحيه على النار على حمام بخار كده، او في الميكرويف كده 10 ثواني ولا حاجه، بيسيح في ثانيه الا ثانيه. او تحطيه وتقعدي تدعكي كده بالمعلقه، بيفك معاكي في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوه، ماشي. بس ده يا جماعه حجر المسك ده اختياري خالص. عايزه اقول لك ان الشابه مع النشا مع اللوشن ومع معلقه ميه الورد دول كافيين. عايزه اقول لك بجد يعني حرفيا انا عارفه متاكده ان انت لما تجربيها هتدعي لي، ماشي. عايزه اقول لكم ان الكميه دي يا جماعه عملت لي برطمان حلو جدا. شايفين يا جماعه الفرق؟ لا انت شايفه؟ طيب الطبقه كده اللي عملتها في ايدي، لا بجد من اول استخدام ومن اول مره اهي، ماشي. تخيلي بقى ان انت كل ما بتستخدمي كل يوم وانت نازله رايحه شغلك، رايحه مدرستك، رايحه مثلا قاعده في بيتك، مفيش اي مشكله. يوم عن يوم هيفتح لك الاماكن يعني تحت الباط خالص، فاهمه قصدي. لان ما تنسوش يا بنات ان تحت الباط بجد من الحاجات اللي بتتعرض للسواد بسرعه جدا من اقل حاجه، تمام. اللي في الطبق ده انا مش هرميه، انا هحطه طبعا، ماشي. انا بس عايزاه يتماسك معايا. ممكن احطه في التلاجة نص ساعه او ساعه كده ولا حاجه، هتلاقي كل ما تسيبيه في التلاجة هتلاقي قوامه اتقل بكتير بكتير. انا عملت الوصفه وقدمتها على طول معاكم كده،
ما استنيتش ان هي تدخل تلاجة والكلام ده كله. بس انا عارفه متاكده ان انت لما تدخليها التلاجة هتمسك كده معاكي وهتبقى ايه يعني متماسكه شويه. هي يا دوبك حته صغيره كده بعد الدش كده، ماشي، في منتهى الجمال. انا عارفه ومتاكده بجد ان الوصفه جباره، يعني انا مجرباها بدل المره 20 وقلت هنزلها عشان انتوا اخواتي وحبايبي. لايك وكومنت وشير لو الوصفه عجبتكم، ما تنسوش يا احلى